ازاي تعرف انت بتحب ايه؟ كلمة كبيرة قوي وفيها تفاصيل كتير جدا، بس انا هحاول ابسطها خالص. ومش هقولك بقى حاجات مجعلصة او كده. انا بس عايز ابتدي من الاول. ان احنا مشكلتنا في مصر ان انت بتطلع متسيستم. يعني انت بتخش ابتدائي بتاخد مناهج، بتخش اعدادي ثانوي جامعة، بتتخرج شغل معين يعني يعني حاجة، عارف انت، في قالب معين انت محطوط فيه ما بتطلعش براه. طب يعني اغلب الناس اصلا بتشتغل شغل هي مش حباه، بتشتغل عشان هي بتشتغل وخلاص عشان تجيب فلوس، تشتغل عشان يعني ابوها مثلا كان خش هندسة يا ابني، هشتغل في الهندسة. بعد 5 سنين انا اصلا مش حابب الهندسة، انا مش حابب اللي بعمله ده. فاحنا مشكلتنا ان احنا مش بنجرب، مفيش مجال للتجربة. انت في قالب معين، في حتة معينة متسيستم ان انت. حتى يعني المناهج بتاخد، يعني المناهج اللي احنا بناخدها في النظام التعليم مش بتفتح لك حاجات كتير جدا في دماغك ان انت تعرف تجرب وكده. انت كلكم بتاخدوا نفس الحاجة، كلكم بتعملوا نفس الحاجة. مفيش حرية، مفيش حتة ان انت تعرف تجرب حاجات كتير. ف يعني ده موجود بره بشكل اكتر يعني. ولكن انت لازم تعمل ده عشان تكون تلاقي الحاجة اللي انت بتحبها. لازم تجرب، لازم تجرب كتير قوي قوي قوي. يعني انا واحد قدامك اهو لحد 17 سنه انا مش عارف انا عايز ايه، وده الطبيعي على فكره. ما تخليش المجتمع يضغط عليك. انت لحد 25 سنه او 20 سنه حتى، في الحدود دي عادي خالص. انت يعني هتكون انت مش عارف عايز ايه، لان فعلا يعني هي البيئه بتفرق. بره بيخليهم يجربوا حاجات كتير جدا، حتى في اول سنه في الجامعه كمان بيعملوا ده يعني بشكل كويس. وبتعرف انت حابب ايه. فانت الموضوع ده مش عندنا خالص، انت تبدا انت تعمله. تشوف انت حابب ايه، تنزل تجرب، تسال الناس. مثلا بس الناس بتحبك فعلا يعني مش بتخمك. انا كويس في ايه؟ يعني اول حاجه انا كويس في ايه؟ ايه الحاجات اللي انتوا شايفين ان انا مميز فيها؟ ايه الحاجات اللي انا بعرف اعملها؟ فكر كده انت مثلا في الشهر، او خلال الاسبوع، او خلال الفتره دي، يعني اسبوع شهر اسبوعين، ايه الحاجات اللي انت بتعملها؟ تمام. والناس التانية اللي بتعملها وهي زهقانة أو كأنها شغل بالنسبة لها، لكن أنت بتعملها قشطة عادي، ده أنا حاببها، ده أنا الموضوع بسيط بالنسبة لي. فالحاجات دي الحاجة اللي أنت بتحبها فعلا وبتحب تعملها. فيعني أنت اسأل برضو الناس الحاجات اللي أنا شاطر فيها، اللي أنتوا شايفيني بعملها كتير، اللي بتتكلم كويس، بتعرف ترسم، صوتك حلو. فلازم كده. يعني الناس مراية ليك، تمام؟ انت مش هتعرف كل حاجة عن نفسك، الناس هي اللي بتشوفك، والناس بتشوف عنك حاجات انت ذات نفسك مش عارفها عن نفسك، او مش واخد بالك منها ان هي عندك. فلازم تسال الناس، تسال صحابك، تسال اخواتك، لان ده فعلا بيعكس حاجات كتير جدا وبيديك صفات تعرف بيها بعد كده انت حابب ايه، سواء كهوايه او كشغل. برضو في اختبار انا عملته، طبعا اغلب الناس عملته، ولكن انت ممكن تعمله دلوقتي لان انت شخصيتك بتتغير. فممكن تكون عملته من 5 سنين فتلاقي اكيد طباعك اتغيرت وشخصيتك اتغيرت، لان احنا بنتغير عامه. فاعمله تاني. بس بشكل عام اعمل اختبار اسمه لدكتور يعني اسمه جاسم الهارون. اكتب على جوجل اختبار جاسم الهارون، هتلاقي 36 سؤال بس. مش اللي هو بقعد فيه ساعة أو ساعتين زي اختبارات تانية، لأ، يعني اختبار تخلصه في ربع ساعة تقريبا. وهيعرض لك شخصيتك أو نمط شخصيتك، تمام؟ هيديك نمط كده، مثلا اي اس تي بي. الاي بتشير لحاجة معينة، الاس بتشير لحاجة، التي بتشير لحاجة، البي بتشير لحاجة في شخصيتك. تمام. من حيث بقى الانطوائية، الشجاعة، ان انت لا مش بتحب ان انت تاخد الريسك، ان انت منظم ولا بتحب تكون فوضوي. فبتديك كده اوفر فيو حلو قوي على شخصيتك. وبيديك تفاصيل كتير جدا، بيقول لك انت كزوج، كزوجه، كمش عارف كاللي هو في الشغل، كمش عارف في حياتك العامه. بيديك النقط الكويسه في شخصيتك، بيديك النقط الوحشه في شخصيتك وازاي تصلحها. يعني لو انت صلحتهم هتبقى افضل بكتير. نقاط الضعف بيديك الناس اللي هم اصلا الممثلين او الناس المشاهير اللي نفس شخصيتك. بيديك كلام كتير جدا بصراحه جدا. يعني بيوضح لك حاجات كتير جدا في شخصيتك، وتعرف منه فعلا انت عندك ايه، وانت حابب ايه، وانت اصلا كويس في ايه، او ايه الصفات اللي عندك. في واحد جريء جدا، وواحد لا. فبيديك نبذه حلوه جدا وخطوه اولى. تطلع بقى بالنمط اللي جالك من 4 حروف ده، ترميه على شات جي بي تي او جيميناي، تقول له انا والله نمطي كذا، وانا عايزك تقول لي ايه الهوايات اللي انا احبها جدا او تحس ان انا احبها قوي، او ايه مثلا ايه الرياضات لو انت مثلا مش عارف رياضتك المفضله، او مجالات الشغل اللي انا ممكن اكون احبها يعني. وخليك ذكي معاه يعني. لما مثلا لما هو يديك اجابه ويديك عشان انت صفاتك كذا وكذا فانت تنفع تشتغل كذا،
فانت قول له طب انا عايز مجال مثلا يجمع ما بين اقوى صفه عندي اللي هي كذا، واقوى تاني صفه عندي اللي هي كذا، عشان اكون مميز فيه. هو يديك، فخليك كده لاغي معاه، اتكلم معاه بالساعات عادي. انت بتكتشف نفسك وبتفهم نفسك، اتكلم معاه كتير، هتعرف حاجات كتير جدا عن نفسك وعن شخصيتك. فاتكلم معاه، وكل ما تتكلم معاه اكتر كل ما يديك معلومات تفيد بيها نفسك اكتر وتعرف بيها نفسك. فدي حاجه هتفيدك جدا يعني. طيب يا جماعه، انا جاي لكم من المونتاج، معلش. انا بس عايز اتكلم على حته شخصيتك دي، هي المفروض شخصيتك، بس انا عشان بتكلم بسرعه شويه فبقولها شخصيتك، وبقولها كذا مره فعشان كده. وبرضه انا مستغرب ازاي ما شاركتش معاكم النمط بتاعي، فيعني انا شاركه معاكم، وكمان أنا بفتخر بيه بصراحه، لان انا اكتشفت بالصدفه ان هو اندر نمط في العالم يعني كله. فكنت فخور جدا بده، يعني كان تقريبا بيمثل من سكان امريكا او من العالم مش فاكر، لان هما بيقيسوا دايما بامريكا، فاهميني؟ فكان بيمثل 2 ل3% تقريبا يعني. فانا كنت مبسوط جدا بده. والنمط بتاعي هو INFJ. الاي بتشير للانتروفيرجن، اللي هو انا دايما ببقى بستمد طاقتي ان انا بكون قاعد لوحدي، مبحبش الدوشه والمناسبات والحاجات دي، وبحب يعني ابقى قاعد لوحدي فطاقتي بتتشحن. الان بتشير لانتويشن، اللي هو الحدث، ان انا دايما بعتمد على، يعني مش حاجه، بس بعتمد على احساسي يعني، مش حاجه قصدي منطقيه او مثبته، لا يعني دايما بعتمد ان انا احساسي ان الحاجه دي اللي هتحصل وبتحصل فعلا. وبعتمد برضو بيبقى بشكل اكبر عندي فضول، فببقى عايز اعرف حاجات اكتر وافهم حاجات اكتر، وافهم تفاصيل بجد تقريبا مفيش حد بيفكر فيها، يعني بفكر بجد في حاجات انا بستغرب اللي انا بفكر فيها. وده هتشوفوه من الفيديوهات الجايه بشكل اكبر يعني، وهتفهموا انا بقول ايه. فحتة الفضول دي عندي يعني. حتة بعد كده الحرف التالت الإف، الفيلينج، إن أنا دايما بفكر في احتياجات الناس، آه، بمشاعري يعني، واللي هو الناس محتاجة إيه، ودايما بقدر الناس، وبفكر في حاجات، اللي هو مثلا ده ممكن يزعل لو أنا ما عملتش كذا، مع إنه ممكن ما يزعلش، يعني ممكن تكون بالنسبة له حاجة بسيطة بس أنا أفتكره زعل. فأفكر كده في تفاصيل صغيرة جدا في حتة الإحساس دي أو المشاعر يعني. فدي بتبقى عندي بشكل برضو كبير حاضرة، فببقى اللي هو حاسس باللي قدامي بشكل كبير يعني، عكس الناس الباقية ببقى بطريقة عميقة شوية يعني، وفي تفاصيل كتير. وآخر حرف الجي اللي هو الجادجنج، إن أنا يعني مش بسيب كل حاجة كده وخلاص، لا أنا بحب أنظم الحاجة وأعرف، يعني مثلا لو حاجة هتعلمها بحاول أنظمها وأجيب ليها مصادر، وما بسيبش الموضوع كده. لا بحب بصراحة أنظم الدنيا. فده بالنسبة للنمط بتاعي يعني. أنا بصراحة مسرشتش على أي نمط تاني، واهتميت إن أنا أعرف يعني هو بيتكلم عن إيه أو صفاته. فأنا مستنيكم كل واحد يعمل الاختبار. في اختبارات MBTI كتير تمام، بس في 100 سؤال ومش عارف إيه و200. فلا الاختبار ده كويس، وفعلا هيبين لكم النمط بتاعكم. فأنا مستنيكم إن انتوا تعملوه، اللي ما عملهوش أو اللي عمله من سنتين لا عادي جدا، ممكن تلاقي النمط بتاعك اتغير. ويكتب في الكومنتس، وانا هبقى مهتم ان انا اكتب النمط بتاعه، واكتب جنبه جاسم الهارون في جوجل، ويطلع لي الصفحة بتاعت النمط بتاعه، واقرا اكتر واعرف اكتر عن الانماط بتاعتكم، واستفاد منها، من العيوب بتاعتها، من المميزات، وكلنا نستفاد من بعض، ونحاول نحسن صفاتنا ونبقى احسن يعني. وانا اتمنى فعلا انتوا تقروا عن النمط بتاعي، لان بصراحة يعني والله مش غرور ولا اي حاجة ولا عشاني، بس فعلا النمط يعني انترستنج جدا، وهيفيدكم بشكل كبير يعني. وبس يعني يا شباب، خلاص يلا كملوا الفيديو بقى. وكمان ان انت ممكن تنزل انشطه تطوعيه، او تشترك لو انت في الجامعه في كلوبس. عندك اناكتس، عندك IEEE، عندك حاجات الطبيه ليهم برضو حاجات، ليهم انشطه معينه، ايسك. اشترك في اي حاجه من الحاجات دي. بيكون غالبا عندهم كوميتيز او اقسام يعني. يعني الحاجات دي فيها كل حاجه انت تتخيل. وفي كمان انت ممكن تعمل موقع للستودنت اكتيفيتي ده، ان هو يكون موقع واجهه ليهم، وتحط فيه تحديثات وتعمل فيه انيميشنز. فده هيفيدك جدا، ويبقى بورتفوليو كويس ليك لما انت تيجي تشتغل مثلا في الفرونت اند لو انت عايز تشتغل يعني. فهي حتى لو انت مش عارف، انت خش وخلاص، جرب كل حاجه. هتلاقي نفسك اكيد في حاجه انت لمست فيها، في حاجه انت حاببها، في حاجه انت مميز فيها. حتى لو ما لقيتش والستودنت اكتيفيتي ده ما فيهوش الحاجه اللي انت كويس فيها، هتبقى خدت خبرات من حاجات كتير جدا، ودي هتفيدك بشكل عام في الحياه. وان انت يبقى معاك كده خبرات متفرقه من حاجات كتير، ده مفيد جدا، لان انت ممكن ما تحتاجوش في نفس اللحظه، ولكن ممكن تتحط في موقف في حياتك، الخبره اللي انت خدتها مثلا من ان انت تعمل توك، او تطلع على الستيج تتكلم مع ناس،
دي فادتك في الوقت ده، ان انت لازم مثلا السبيكر ما جاش لاي سبب ولازم حد يطلع يدي توك معينه فانت تطلع، انا بقول مثلا يعني. فبتكلم ان الخبرات المتقطعه دي بتفيدك. يعني لو انت مثلا حد اتعلم مونتاج وتعلم بعد سنه اكسل، شويه اكسل، وتعلم مثلا شويه كذا، الحاجات دي كلها بتديله حاجه زي المهاره، بيبقى عنده مهاره او حاجه كده زي سكيل سيت يعني انت شاطر في كذا وشاطر في كذا وشاطر في كذا. فلما بتيجي تشتغل مثلا داتا اناليست مثلا، فانت اوريدي شاطر في الاكسل، فده هيفيدك مش محتاج تتعلمه لان انت من سنتين متعلمه. شاطر مثلا في الاحصاء لو انت بتدرس احصاء وبتحب الحوار ده وخشيت مثلا ستودنت اكتيفيتي ليها علاقه بالدراسه او كده، انا بقول مثلا يعني. فده هيفيدك بشكل عام، يعني مفيش حاجه هتتعلمها سواء خبره حياتيه او برنامج او موقع او تصميم موقع او ايا كان، مش هتفيدك وهترميها. لا، كل حاجه موجوده وكل حاجه ليها وقتها وهتفيدك في وقت من الاوقات. باذن الله بعد الفيديو ده تكون اكتشفت انت بتحب ايه، سواء كهوايه سواء كحاجه انت تشتغل بيها. باذن الله يعني تكون فتحت لك سكك كتير، وتكون كده ايه عرفت فعلا اول بدات تمسك الخيط ان انت تعرف انت كويس في ايه او انت شاطر في ايه او انت عايز ايه اصلا. رب الفيديو يكون افادكم. بس ده كان كل كلامي، ورب يكون كل واحد بجد استفاد. يلا، السلام عليكم.